تزول لن نزول لن تزول. ماس إرهابية قتلت أطفال وعجائز ورجال، واغتصبت نساء وأدوليسون حتى 14 سنة، وحتى ميتين اغتصبتهم وقطعت ثدي مرأة 22 سنة هيك. الدليل والبرهان في آي 24 نيوز. شوفوا آي 24 نيوز. حماس إرهابية في أمريكا، مصنفة إرهابية في الخليج، في كل البلدان حتى مصر والسعودية والإمارات. كل من يتبع حماس هو إرهابي مجرم، وفي الغرب سيطردوكم. أنتم تقولوا القضية فلسطينية، أنتم تحبوا حماس، لكن التقية تقات. لا ترضى عليك اليهود والنصارى إلا أن تتبع عملتهم. التقية تقات. حماس قتلت، ذبحت، اغتصبت 30 دولة، قتلت أمريكان وخطفت عشرات أمريكان وقتلتهم، وفرنسيس وإسرائيليين، واغتصبتهم اغتصاب النساء خاصة. مثل ما فعلت محمد، ما فعل محمد في يهود بني قريظة. 900 أطفال ذبحهم، عملتهم، واغتصب اليهودات. صفية بنت حيي عملت حماس. حماس هي داعش، هي محمد رسول الإسلام. مع احترام المسلمين المسلمين نوعا اوف كورس. يعني كذلك شوفوا الفيديو متاع وزير السابق متاع حماس في إسرائيل، هو في السجن، وقالها وأعضاهم قالوا لهم قيادتهم أذبحوا، اغتصبوا، طرفوهم أطراف، هم نايمين يهود. هي حرب ما بين الإسلام وقضاء اليهود، مثل ما ذيك قتل اليهود في القرآن، قردة وخنازير كالحمار أسفارا وندخل إلى فأر. تحبوا تقضوا عليهم، تقولوا الصهيوني. ما في يهودي مش صهيوني عمل لهم يعني دولة، كانوا هناك ورجع البعض، فلهذا كل يهودي صهيوني. لا، اليهودي هو صهيوني. فهمتوا؟ شكرا جنوب شكرا جنوب أفريقيا. شكرا. هيك اتفضحت في لاهاي ما عملوا حماس. اغتصبوا، ذبحوا، ولوحوا من المساجد. دليل البرهان من أطفال، من بيت أطفال، ومن المستشفيات، والمركز متاعهم الكوموندمنت تحت مستشفى الشفاء ومستشفيات أخرى. يضربوا من المدارس وبين العائلات. يعني شكرا، تفضحتوا في العالم الآن في لاهاي. فهمتوا علي؟ كذلك يعني إسرائيل عملت المستحيل باش لا تقتل المدنيين. الفيديوهات موجودة، سأطلعها، وفي آية 24. حماس هي داعش، هي محمد. عمليات كانت باش تقوم حماس من لبنان، القائد في لبنان، مجموعات في السويد والدنمارك وألمانيا وفرنسا، وكل كانوا حيضربوا مثلا قنصلية إسرائيل في السويد وعديد مراكز يهودية، وكل فاقوا بها مسلمين. مش حتى فيهم فلسطينيين، فيهم مسلمين مش فلسطينيين خطيرين في أوروبا. أطردهم يا أوروبا وأمريكا لأنهم خطيرين. أنا كنت مسلم، لا أعمم أوف كورس، استثني المسلمين القليلين. فهمت؟ وكذلك في كريسمس كانوا مسلمين. هذيك حماس وأتباع حماس كانوا حيفجروا ماركت، كريسمس ماركت بتاع في سوق بتاع المسيح. هذيك كريسمس فاقوا بهم. خطيرين خطيرين، اطردوهم. 99% خطيرين. اوكي، لو عمم اوف كورس دائما. اوكي. حماس من مدارس، مستشفيات، اغتصبت النساء. عار عليكم، حتى ميتين. الفيديوهات موجودة. فهمت؟ مثل محمد اغتصب اليهوديات، صفية بنت حيي، الكل اغتصبوهم. ثم واحدة قطعوا لها 22 سنة قطعوا لها ثدييها. فهمت؟ ما تتكلم عليها الأمم المتحدة لأنها البترو دولار وراها، وسيطر عليها الدول الإسلامية. فهمتوا؟ يعني هي حرب ما بين الإسلام والقضاء على اليهود. هذه الحرب. هل نصر الله يعني حزب الله حماس؟ لا، هو من حاصر، قتل الفلسطينيين في لبنان، وحاصرهم عام لم يأكلوا ولا أكلوا جثث قتلهم. تعرفوا هذه؟
فهمت؟ يكرهكم حسب الله، ولا أخوكم خاطر إيران. هي عملية كانت إيران قالت لكي ننتقم من قتل سليماني. فهمت؟ يا سلام، شفت الفلسطينية لا تحريف فلسطين ولا والو. فهمت؟ Damage to civilian structures is another fact claimed by South Africa as evidence of genocide. But South Africa does not consider the sheer extent to which Hamas uses ostensibly civilian structures for military purposes. Houses, schools, mosques, UN facilities, and shelters are all abused for military purposes by Hamas, including as rocket launching sites. Hundreds of kilometers of tunnels dug by Hamas under populated areas in Gaza often cause structures above to collapse. In the slides before you, you can see a militant priming projectiles for launch on IDF forces in Gaza. You can see the holes in the residential house to hide and launch them. Here, you can see projectiles discovered underneath a bed in a child's bedroom. Here, a rocket being fired from a school. The launch site is circled in red. Here you can see firing from a UN school. You can see the letters UN on the roof, and the fire is circled in red. And here, long-range rocket launchers hidden inside a Scouts Club building. Finally, you can see part of a tunnel that runs for 4 kilometers, including nearby the Erez crossing, which is adjacent to Israel. Gaza's infrastructure has certainly been harmed during the conflict. However, South Africa would have the court believe that Israel is deliberately and unlawfully destroying homes without cause, but harm caused to lawful military objectives and harm caused as a result of Hamas's actions is not evidence of genocide. South Africa also alleges that Israel has waged an assault on Gaza's health system. What South Africa has neglected to bring before the court, however, is the overwhelming evidence of Hamas's military use of such hospitals. Hamas militants retreated to Rantisi Hospital in Gaza on October 7th with hostages from Israel, whom they then held in the basement. In the slide before you, you will see a militant going into Quds Hospital with an RPG. Hamas fired at IDF forces from near and from within the Quds Hospital. At Shifa Hospital, Gaza's largest, Hamas managed operations from a closed-off area. Here you can see an opening to the tunnel that ran for hundreds of meters directly under the hospital. Here, you can see the weapons found in different wings of the hospital. And here, CCTV footage showing armed militants bringing hostages into the hospital's lobby. More than 80 militants hiding inside another hospital, the Adwan Hospital, surrendered themselves to the IDF. And here, you can see a weapon that IDF forces discovered hidden inside incubators at the hospital. The director of the hospital has admitted that numerous members of hospital staff belong to Hamas's military wing. In the Indonesian hospital in the neighborhood of Jabalia, Hamas forces managed their operations from that hospital until the IDF reached it. IDF forces recovered the bodies of 5 murdered hostages from a tunnel dug underneath the hospital. The list goes on. In every single hospital that the IDF has searched in Gaza, it has found evidence of Hamas military use. Israel is acutely aware that because of Hamas's use of hospitals as shields for its military operations, in grave violations of international humanitarian law, patients and staff are at risk. This is why the IDF has reached out to every hospital and offered assistance in relocating patients and staff to safer areas. Hospitals have not been bombed. Rather, the IDF sends soldiers to search and dismantle military infrastructure.